مع السيسي من وقت ما كان الاخوان مرسي كان بيحكم حقيقه. وقلت لك يعني حقيقه ده مش خيانه ولا اسمه اي حاجه، خونه وتنسيق، كل ده مش عيب. التنسيق امريكان وقال لهم ان انا هنقلب، والتنسيق مع السوريين، والتنسيق بتاع توجهات مختلفه عن رئيس بلدك اللي انت اصلا حلفت اليمين قصاده، انما احنا اقسم بالله ما تامرنا ولا تعاوننا، وهذه الاكذوب. ارجع تاني للسعار. السعار استمر للاسف لان احنا لمسنا جرح، ربنا كرمنا وتوفيق منه، ومش المره الاولى، وكله فضل لله عز وجل، ملناش اي فضل فيه في موضوع الكنيسه البطرسيه. فالسعار استمر بشكل عنيف. مرتضى انضم للقبيله. والله العظيم رب الله يخرب بيتهم. لو تفتكر يا عزمي كان كل همهم ايه المواد اللي احنا نازل بيها رئيس الجمهوريه؟ ايه المواد اللي نحبس بيها رئيس الجمهوريه؟ اللي نكتف بيها رئيس الجمهوريه؟ اللي احنا نعتقل بيها رئيس الجمهوريه؟ كانت عقده. ولان رئيس الجمهوريه كان راجل جاي بالصدفه عايز يمشي، ما فكرش ان ده مش هو اللي قاعد. انك انت عامل مصيبه للي جاي. انت عامل مصيبه للي جاي. بالظبط. انا فاكر ايامها كده. شوفوا لنا مواد ان رئيس الجمهوريه ده ازاي نعزله، ازاي نمشيه. يا بيه ده دستور تآمري، كلامي واضح. النهارده الغوايين دول هددوا بالاستقاله، الراجل فيهم يستقيل، الراجل فيهم يمشي. خالد يوسف النهارده بيقول لك انا لو فكروا يجوا ناحيه الدستور انا مستقيل وما يمشي. يا عم والنبي انا مش عايزين نتكلم بقى على الشرايط الجنسيه وقله الادب اللي احنا عايشين فيها دي. يا ريت المجلس ده يعني مش عارف ما يحول لجنه القيم بقى يا استاذ قرفنا. يا بيه كلهم ملطوطين. الراجل فيهم يقدم استقالته. تاني الراجل فيهم يقدم استقالته. خلينا نخلص. طيب هو انا ليه ما بروحش الا يعني اوقات متقطعه؟ لان انا بصراحه مش طايق المنظر. يعني انا كنت في برلمان 2000 قبل دول ما يتولدوا اصلا ولا يحلموا يمشوا قدام المجلس. في عز جبروت احمد عز والناس دي كان في مجلس. دول كل ما حد يطلع يتكلم هيقصوا عليه. ولا انا طنطاوي، انا شرقاوي، انا ضياء. انتوا مين؟ انتوا ولا حاجه. انتوا ولا حاجه. انتوا ولا حاجه. انتوا نجحتوا بالصدفه. انتوا 2000 صوت، الناس جابوا 2000 صوت. بس يا اخي ده الراجل اللي اسمه حنين بتاعنا بتاع البلد عندنا ده بتاع المنصوره الواحد كان بيحترمه، دخل مع طنطاوي مع شراوي ده سب الدين للقاضي، وده عملت له قضيه سب الدين للقاضي اللي بيتكلموا عن القضاء واحترم احكام القضاء. دخل وسب الدين للقاضي. ومصطفى الجندي قال له تخش تقول للقاضي انا قلت انا عنديك بديك مش دينك. يا ريت القرف اللي احنا عايشين فيه ده. ده عصابات بقى، ده عصابات بتدير يا باشا. يا محترم يا شعب المنصوره، يا شعب دمياط، يا شعب كفر الشيخ، يا شعب كفر شكر. مين دول؟ مين دول؟ وبعدين الست عبله عبد اللطيف دي احنا عايزين نعرف قصتها ايه في الاتحاديه. مستشاره السيد رئيس الجمهوريه للشؤون الاقتصاديه ادت للراجل ده الملايين دي عشان ينجح. طب انت اسمه كلام. طب دي بتبقى اسمها انتخابات يا جماعه؟ يا استاذ الفاضل في شيزوفرينيا في البلد، والله العظيم في شيزوفرينيا في البلد. حاجه تقرف وحاجه تكسف وحاجه تكسف. بس هتتغير البنود برضه في الدستور. لا انت قطعت يا ابراهيم بدري. انا عايز انفي الجميع. قلت لكم يا جماعه الغلطه دي لازم تعمل استنجات للحكايه عشان ما تطيرليش جمله ولا كلمه ولا حرف. انا فاهم انا مختار ايه. عزمي مجاهد بيقول رغم انف الجميع في الاخر. الجميع، ما هو انتوا قلت لك ظبط شغلك. انفي الجميع. يعني المهم بيهدد مرتضى. قال له القوانين هتتعمل رغم انف الجميع. هم فاكرين نفسيهم اعضاء برلمان دول. مرتضى بيهدد بالشرايط الجنسيه لاعضاء البرلمان اللي هيرفضوا، وبيتحداهم ان هم يستقيلوا. اللي بيرفضوا طبعا كل ده نتاج ايه؟ نتاج الكنيسه البطرسيه. السيسي قال لك هنعدل مواد في الدستور، يلا بسرعه محاكمات عسكريه ونعدي مواد خاصه بيا وبوزير الدفاع المهلبيه وكده الحاجات. فالناس يعني بعض الناس رفضت، فقال لك خالد يوسف شرايطك وسداهاتك عندي الجنسيه، وبيعتب على محمد غنيم ان هو. والتاني قال له رغم انف الجميع ما فيش اي حاجه، يعني دول ما لهمش اي لازمه. بص هذا هو الوضع الطبيعي. حسن نفع وصف الوضع واحنا وصفناه لك، سميناها برلمان البلاله، هذا الهاشتاج اللي تصدر الدنيا كلها. احنا اللي نحدد واحنا اللي نعمل واي حاجه. كلكم خدامين. انت فاكر نفسك برلمان؟ وده برلمان اصلا ملعوب في اساسه. الدستور ده ملعوب في اساسه زي ما بيقول لك مرتضى. هكذا يقولون.
الحقيقه المشهد عبثي جدا. تيجي تبص للمشهد تلاقي يعني دستور بمزاجهم وبرلمان بمزاجهم ولا عادي جدا، والجيش حتى بمزاجهم. يعني احمد توفيق يتخانق مع مرتضى، يقول حاجه غلط مش عارف ابصر ايه، يقوم احمد يقول له انت اصلا عندك جيش وهتروح الجيش. يروح الجيش احمد توفيق، يعتذر لمرتضى، يطلعه من الجيش. هو الجيش ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ يعني عايز افهم الجيش ده يعني بتمشي ازاي الحكايه؟ احمد توفيق ده كان ليه خدمه في الجيش والجيش سايبه؟ طيب ناس الجيش ما خدش باله، مرتضى خلاه ياخد بالهم انه ياخدوا احمد توفيق. تمام، خد احمد توفيق، بعدين احمد توفيق صالح مرتضى واعتذر له، احمد توفيق يخرج. هو ده اللي حصل. فين احمد توفيق؟ تعالى يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. امور القوات المسلحه ايه؟ عملت ايه كويس؟ تمام؟ تمسح ايه؟ جزر ايه؟ مش انت بقى كنت شرطه عسكريه؟ لا ما عارف جزر ايه؟ باذن الله. مبسوط هناك الحمد لله. ماشي. عايز تقول ايه يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعتذر لك على اللي حصل مني، وبعتذر للعيبه والجهاز الفني اللي حصل مني. وكنت ارفع راسك فوق، انت زملكاوي. كنت متعصب شويه مش هتحصل تاني ان شاء الله. يعني الموضوع مسامحينه؟ تمام يلا، مفيش جيش، مفيش اي حاجه، مفيش خدمه الوطن. الوطن يستنى شويه، خدمه الوطن تستنى شويه، مش قصه. انما الخونه بعد ما مرتضى خلص على البرلمان، الخونه بتوع البرلمان بقى لفلنا عشان يمارس البذاءات التي تتكرر حقيقه في دوله القانون والدوله المحترمه، والدوله هتبقى قد الدنيا حقيقه بشكل يومي وبشكل حقيقه فج جدا وحقير جدا. كفايه الهجمه الشرسه اللي على مصر والمصريين من الخونه المصريين اللي في قطر وتركيا. ويمكن احنا شفنا امبارح الولد ابن علو مطر، مش فاهم انا، طالع هذا الشيطان اللي اسمه معتز، شيطان وشكل الشيطان بالظبط. تمام يا اخي، ده ابوك ما زال يستمتع يا اخي في مصر بنيلها وهواها وشمسها وبخيرها. انت بتحقد على البلد. امبارح طلع اول الواد اللي عامل صوت المعزه ده اسمه زوبع دون، يبقى دون خلاص، قال لك ده السيسي هو اللي ده حط القنبله. واخد بالك؟ وان الواد اللي جابوه دون اي كلام، ده فيلم. لغايه ما داعش النهارده عملت بيان قالت لك احنا اللي عاملين دون. فاقول لهم عيب، اتقوا ربنا في فطنكم يا اخي. انت مختلف مع النظام، مالكش دعوه بالبلد، مالكش دعوه بمصر. والراجل فيكو يجي البلد يتكلم فيها، الراجل يجي يتكلم هنا في مصر جوه مصر. انما انتوا عاملين تقلقوا على الوطن وتشككوا. هو السيسي اللي قتل النائب العام، وهو السيسي اللي قتل سياده العميد اللي هو رجائي اللي هو زوج السيده ساميه زين، هو السيسي عمل ده كله. يعني اتقوا ربنا. يعني انتوا المجرمين، انتوا اللي اجرمتوا، انتوا اللي بتقتلوا وعايزين تلزقوا الكلام في ناس تانية. فانا بقول يا اخي ربنا يطلع البلد دي يا سياده اللي هو من اللي هي فيه. يا رب. ده احمد بلال والدهشوري حرب، معلش ان شاء الله ربنا يسامحهم جميعا. مش دي القصه، احنا قلنا تصدقنا باعراضنا. احنا كده عرفنا ان النظام اللي بيهاجم السيسي، ان السيسي هو مصر مش جديده. هو مرتضى بياكد يعني من انك تهاجم السيسي. يا جماعه اتقوا الله في وطنكم. احنا عرفنا ان السيسي هو مصر، او هكذا هي الحكايه او يراد لها ان تكون. لكن واحد من ده عرفناها، المعلومه دي عارفينها. في معلومه ما عرفناهاش. واحد من النواب اللي السيسي بيهددهم في البرلمان حقيقه بعت لي كميه رسائل رهيبه جدا. قال لي بالله عليك اعرف لي ايه شكلولو دي. قلت له ايه شكلولو؟ بعت لي مكالمه حقيقه شغالين فيها بقالنا 3 ايام عشان نعرف نعملها، عشان تعرفوا تسمعوها، لان احنا بيتساءل مع المواطنين المصريين. احنا عرفنا ان السيسي هو مصر، السيسي ايكوال مصر. طب شكلولو دي اللي كانت دي مكالمه كانت بين معالي زايد ومرتضى منصور. حقيقه كانت مكالمه لطيفه جدا وبتصر ان هو شكلولو. قال لي قول لي بس ايه الربط بين ده وباللي مرتضى بيعمله فينا كنواب وكبلد طول اليوم. ما عرفتش اجاوب، قلت اسمعكم المكالمه يمكن تقدروا انتوا تجاوبوا. يا شكلولو واحد يسرحك والتاني يا شكلولو اللي حميك اللي مش هيدخلني مصر. كنت قولوا بقى سمير هنديل جوز بشرى السويفي. عايز ايه يا شكلولو؟ ايوه المحامي الاول يا كنت. طب عايز ايه برضه يا شكلولو؟ ها؟ عايز ايه يا شكلولو؟
تقول لهم الاحسن ما بقوا شرموطه ومومس وبيروحوا للفلسطينيين يشغلوني يا بتناكه. طيب عايز ايه تقولوه برضه؟ عرفنا ان السيسي هو مصر، وان الاخلاص للبلد انك انت تصمت تماما وما تفتحش بقك، وان الخيانه انك تقول عن الحقيقه. بس ما عرفناش يعني ايه شكلول اللي اصرت معالي زايد تسال بيها مرتضى منصور. يمكن يكون حد عنده اجابه، وقلنا مش عيب احنا قبل ما نكون بنقدم برنامج وانتم بتتفرجوا عليه قلنا نساعد بعض. من هو ايه المقصود بشكلول؟ حقيقه انا ما اعرفش. نروح للجرايد.